مفاجأة من العيار الثقيل بعد يوم واحد فقط من وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى أرض الوطن عقب الإقصاء المر بفضيحة تحكيمية في مباراة نيجيريا. أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة يرمي المنشفة ويؤكد رسميا اعتزاله لاعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري. صدمة هذه الرسالة علاه؟ كاين بزاف امور نقدروا نهضروا عليها في هذا الموضوع. السبب اللي خلى بن بوط يرمي المنشفة ويعتزل دوليا، الوقت بالتحديد الذي اعلن فيه بن بوط اعتزاله اللاعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري. وكاين حاجة ثالثة مهمة جدا، كيف لحارس مرمى دولي من على 3 شهور ولا 4 شهور عنده كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم وما أدراك ما مباراة مع الأرجنتين وليو ميسي وأبطال العالم، يقول لك أنا نعتزل دوليا. وش معناتها؟ معناتها ما نلعبش كوب دي موند. هنا دوك نهضروا مليح على هذا الموضوع. نبداو بالرسالة اللي نشرها أسامة بن بوط في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أيضا رسالة مكتوبة لرئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي اللي قال له فيها مباشرة: شكرا يعطيكم العافية، أنا معتزل اللعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري. أكد بن بوط في رسالته أن قراره جاء بعد تفكير عميق، وهنا علامة الاستفهام كبيرة. كاين اللي يقول لك تفكير عميق هذا من وقتاش؟ كاين اللي يقول لك التفكير العميق هذا اسكو بعد مباراة غينيا الاستوائية. انت كي تسقسيني براهيم واش دخل غينيا الاستوائية؟ مباراة غينيا الاستوائية كنا متأهلين، تأهلنا خلاص كامل، كنا نتسناو أسامة بن بوط هو اللي يكون في حراسة مرمى المنتخب الوطني الجزائري. تقول لي علاه؟ نقول لك لأنه هو الحارس الثاني. كاين لوكا زيدان، كاين أسامة بن بوط، وكاين موندريا عيطولو علاه باش يعوض في آخر لحظة أليكسيس قندوز حارس مرمى مولودية الجزائر. كامل كنا نستناو بن بوط يدخل مع غينيا الاستوائية، والمفاجأة كانت كبيرة باعتماد فلاديمير بيتكوفيتش على موندريا. هذيك المباراة وش العلاقة تاعها؟ كي نسمع أنا دوك بن بوط يقول جاء بعد تفكير عميق. تفكير عميق ياخذ وقت، ما ياخذش دقيقة ولا ساعة ولا يوم. تفكير عميق ياخذ وقت. هنا باش نكونوا يعني واضحين في هذه النقطة. معبرا أيضا بطبيعة الحال بن بوط عن فخره الكبير بحمل الألوان الوطنية واللعب للمنتخب الوطني الجزائري لسنوات، ومشيرا أن الوقت قد حان لترك مكانه في المنتخب الوطني الجزائري للاعبين الجدد. بن بوط شحال في عمره؟ 30 31 سنة. أوكي. وجه أيضا بن بوط الشكر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكامل أعضاء الطاقم الفني للخضر حتى للاعبين طبيعة الحال، والجمهور الرياضي الجزائري للدعم الكبير الذي حظي به في هذا المشوار تاعو مع المنتخب الوطني الجزائري. وشدد أيضا أسامة بن بوط الحارس الدولي السابق أنه المنتخب الوطني الجزائري خاصة في تصفية كأس إفريقيا والمشاركة أيضا في نهائيات كأس العالم 2026 سيبقى محفورا في ذاكرته. قال لك أنه التصفيات كأس أفريقيا والتصفيات كأس العالم ستبقى في ذاكرتي. دوكا هنا الأمر اللي نقدروا نهضروا عليه، هنا الأمر المهم جدا اللي نقدروا نهضروا عليه. أسامة بن بوط كيعلن على الاعتزال دوليا، هل الوقت اللي أعلن فيه أسامة بن بوط الاعتزال دوليا هو وقت مناسب ولا لا؟ هو وقت مناسب ولا لا؟ نخليكم تسمعوا وش قال سعيد كناوي في برنامج شروق في حصة كوراكان على اعتزال بن بوط دوليا. نسمعوا مليح وش قال سعيد كناوي وقولوا لي نتوما وش رايكم. بيتكوفيتش ماهوش الدرجه هذه انه كان يستاهل يلعب. ما لعبكش المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه. ما لعبتش المباراه هذيك، ترك في المنتخب عليك تثبت. معليش كي تكون جوار وتحس روحك هكا لا، هذه سي اون ايكيب ناسيونال، سي با ان كلوب. ماناش نتكلموا على نادي، نتكلموا على التمثيل الوطني. وانت الجزائري الشيخ الكارديان لا ما كانش في لا ليست تاع الاول، ما كانش رومبلاسا واحد وما. شوف انت لما تكون مع منتخب تكون دون اون ايكيب يفو ريسبكتي. لازم تحترم. او احترم صح سعيد، هو احترم كمل كوب دافريك ولا دار القرار تاعو. نقول لك على علاه ما احترمش؟ لان ما احترمش، لان لو احترم ما يديرش هذه الرساله. شحال رساله دار خلاص كاس افريقيا سعيد. هذه جات بعد، انا نشوفها جات بعد
لا نون تيتولاريزاسيون تاعو في المباراه تاع لا غيني اكواتوريال. يعني واضح هذا هو السبب. انا نظن 99% هذا هو السبب. صح الشيخ بصح. سعيد كناوي راهو يقول لك ما احترمش. انا عندي راي اخر وقلته في الاستوديو، قلت له سعيد او احترم، كان بطبيعه الحال محترف وكان مع المنتخب ويفكر في المنتخب ومركز على المنتخب كي خلاص كوب دافريك، غير ولا الجزائر دار يعني القرار هذا واعلنه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني سعيد كناوي كان عنده قرار اخر، انتم قولوا لنا رايكم. يعني قال لك الوقت غير مناسب، لانه حتى عمار عمور بطبيعه الحال قال انه الوقت غير مناسب لهكذا قرار بالنسبه لأسامة بن بوط. نسمعوا واش قال عمار عمور بالتحديد. رايه يخرج بهذا معناتها راح يديفينا على المحتوى اللي نهضروا عليه، راح يخلينا نخرجوا من الكونتست اللي نحكوا عليه. لذلك نظن باللي حتى وهو خمم قال ابري مير ريفليكسيون، معناتها ابري تفكير عميق خمام ناضج وكبير، ولكن الوقت غير مناسب. نظن باللي كان يقدر على الاقل، انا نظن باللي على الاقل بعد لا كوب دي موند يكون بالك الخروج تاعو من الباب الواسع. حتى دركا شكون يضمن باللي كان راح يكون في كوب دي موند؟ عمار راح يفتح تاويلات، راح يفتح تاويلات كبيره، امر غريب جدا يا عمار لانه في كاس العالم على الابواب يا ربي 4 شهور ولا 3 أشهر من أكبر منافسة رياضية في العالم. أنا نقول له أسوأ قرار خذيته يا بلبوط، أسوأ قرار خذيته في حياتك الرياضية، لأن الجزائر محتاجة تلاحم، محتاجة تضامن من كل النواحي اليوم. بعد 3 أيام 4 أيام من إقصاء المنتخب الجزائري من هذه الدورة وبوشم الطريقة والوضع اللي رانا فيه والشتائم اللي ناخذوهم يمين ويسار بما احنا محللين بالمنشطين بالصحافه بكل شيء، تجيب هذا القرار، نظن هذا ما راحش يفيدك ولا راح يفيد مسيرتك الرياضيه، لان قرار صراحه ما فكرتش فيه، واللي دبر عليك او اللي القرار اللي خذيته ماهوش في صالحك وماهوش في صالح الكره الجزائريه. او يبقى قراره يا سعيد يا كناوي وهو يتحمل مسؤوليته. وقال لك بعد تفكير عميق، أو يقول بعد تفكير عميق. لكن أنا السؤال اللي نطرحه، كيفاش لاعب دولي خرج من كأس إفريقيا ورانا في جانفي، مازال فيفري مارس أفريل مي 4 شهور، تبدأ تحضر لكأس العالم وتدخل تربص كأس العالم وتبدأ يعني الحمى تاع كأس العالم، تعتزل دوليا. هنا السؤال يبقى مطروح، ما هو السبب الذي جعل أسامة بن بوط يعتزل اللاعب دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري؟ على بالي بلي 90% كامل يقولوا لي مباراة غينيا الاستوائية اللي ما لعبش فيها. ربما كاين سبب آخر. هل يكفي أنك ما تشاركش في مباراة واحدة أمام غينيا الاستوائية تعتزل دوليا وتضيع كأس العالم؟ تقدر تروح لكأس العالم، تقدر تشارك هذه كرة قدم، ما تقدرش تعرف يا أسامة يا بن بوط، ما تقدرش تعرف. بالك حارس يتبليس لا قدر الله، الحارس الاخر يتبليس، انت تكون عندك الفرصه باش تلعب بالك في مباراه الارجنتين، مباراه العمر، مباراه ليو، مباراه ميسي، مباراه كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه. قرار غريب جدا من أسامة بن بوط في توقيت غريب جدا. دوك انت عمار وسعيد ويقول لك الوقت غير مناسب، لو كان صبر 15 يوم 20 يوم شهر ويعلن اعتزاله دوليا. قال لك اليوم ولا البارح اعلن اليوم احنا رانا في حرب مع الكولسه وش صار مع المنتخب، قال لك ماشي وقته. ربما كاين اللي يوافقهم كاين لا انتم قولوا لي رايكم في التعليقات، صح عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق، مع انه ربما يبقى مجرد اعتزال، انه ماشي امر ضر ولا اعتزل دوليا وهو حر وهو لا كارير تاعو والمسيره تاعو على بالو كيفاش يجريها. لكن هنا الامر المثير للانتباه هو وقت الاعلان قبل كاس العالم. يعني لو كان اعلن الاعتزال بعد كاس العالم نتفهموا، كاين بزاف لي جوار مباشره بعد لا كوب دي موند داوها ولا ما داوهاش يعلنون الاعتزال، لكن انت تعلن الاعتزال قبل كاس العالم ب4 أشهر، فالامر غريب جدا. هنا نقطه استفهام كبيره على قرار أسامة بن بوط بالاعتزال دوليا.
كانت عندنا مداخلة هاتفية في برنامج شروق مع الإعلامي نجم الدين سيدي عثمان، تحدث على عديد النقاط المهمة اللي تخصت مشاركة الجزائر. كان واحد الأمر مهم جدا قال لك التذاكر وحكاية التذاكر، علاش لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال ما لقاوش التذاكر؟ علاش أنصار المنتخب الوطني الجزائري لقاو صعوبة جدا في التذاكر في الأربع مباريات الأولى؟ قال لك الملعب يرفد 22,000. وش داروا؟ قال لك 6000 تذكرة عطاوها التوتال انرجي الممول، هذيك 6000 ما مدها حتى واحد الممول، خلاها عنده. زادوا عطاو نسبة من التذاكر كبيرة أيضا لممولين آخرين ما مدوها لحتى واحد. قال لك واش داروا بعد؟ بلوكا ولا دراسيبي اللي يحب يعني يقتني تذاكر من الجزائر ما يقدرش. شوف المخطط، شوف الخطة اللي داروها باش يمنعوا الجمهور ويمنعوا المنتخب الوطني الجزائري من المساندة في مبارياته خلال كأس أفريقيا. شوف سبحان الله. وبعد كاين ناس قدروا يشريوا تيكيات اللي كانوا في ليترونجي، وبعد اللي دخلوا للمروك ما قدروش يشروا، وداروا تضييق كبير على التذاكر في مباريات المنتخب الوطني الجزائري. ربي يهديهم، جينا نلعبوا بالون ولينا في امور اخرى. جبدوا لنا حكايه تاع الكادر، جبدوا لنا حكايه تاع الكرات، داروا مونتاج، ما حبوش يحبسوا حتى شموها قارصه. كي شافوا المنتخب الوطني الجزائري يقدر يسبب مشاكل ويديها، لانه عندهم هما واحد ما يديها غير هما. واش داروا الاربيتر عيسى سي، وزادوا بيير اتشو غيزلان، وداروا مراقب مباريات مغربي، وخلاص وشفنا واش صرا في هذيك المباراة. سبحان الله. وزاد ايضا من بين الامور الجديدة، قال لك مساعد مباراة الجزائر ونيجيريا وصف حاج موسى بصالاراب، شتائم عنصرية للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وعليه الاتحادية الجزائرية رفعت أيضا شكوى فيما يخص هذا الأمر، فيما يخص الحكم عيساسي اللي ما خمس مع لي جوار وما صافحش اللاعبين تاع المنتخب الوطني الجزائري. هنا يعني ملف لازم يكون ثقيل. دوك ماناش نستناو حاجة، واش راح تسنى معاقبة هذا الحكم ولا الحكم الآخر ولا ما نعرف شكون، لكن مش راح تدير. انا نشوف انه الدفاع على المنتخب الوطني الجزائري يكون قبل. دوك انت واحد كيما بيير اتشو غيزلان يقولوا لك راح نديروه في غرفة الفار، تتفكر ديركت 2023، تتفكر 2023 ديركت، تتفكر 2023 مباشرة دون تردد، تحبسهم تقول لهم انا هذا ما نقبلش به، انا هذا بيير اتشو في غرفة الفار ما نقبلش به. دوكا خلاص كما نقولوا صرا اللي صرا، نستناو المباراة تاع النصف النهائي. وانا متأكد انه منتخب نيجيريا سيشرب من نفس الكأس التي شرب منها المنتخب الوطني الجزائري بخصوص التحكيم. وهما لو كان جاو يخموا شوية برك نيجيريا، لو كان جاو يخمم يا فيكتوريا اوزيمان يا اديمولا لقمان، شوف كيفاش الاربيتر ما مدلكمش كامل لي كارطون، مدلو غير كارطون جون زعما للغارديان، كيفاش خرج كارطون جون لويلفريد نديدي في نهاية المباراة. انت تقول لي علاه خرج له نديدي؟ عادي؟ نو ماشي عادي. نديدي هو الكابيتان، هو الريجيستا تاع ليكيب، هو البارومتر، هو اللي ريكيبيري، هو اللي يدير اللعب. خرج له كارطون جون ما يلعبش مع المنتخب المغربي في النصف النهائي. من هذه تفهم كلش. من هذه يا نيجيريا ما جاش يخدمكم انتوما الاربيتر. عيساسي لم يخدم نيجيريا، عيساسي خدم البلد المنظم، عيساسي خدم البلد المنظم بقرارات تحكيمية فاضحة. يا آديمولا لقمان والله ما خدمكم انتوما، خدم البلد المنظم. ودوك جدالتكم في المباراة النصف النهائية. هنا باش نكونوا واضحين وتكونوا عارفين واش صرا، كنتوا تديفونديو على الاربيت كي خلاص الماتش، لي جوار تاع الجزائر رايحين اللي نتوما تدخلوا فيه روحكم. او خرج لك نديدي كارطون جون وكانت عنده بطبيعة الحال البطاقات وما راحش يلعب النصف النهائي. هنا تتفيقوا الحيلة. إلا ما راكوش نتوما تاني خادمينها ولينا نشكوا في كلش، دوكا ولينا نشكوا في كلش. وهذوك الناس اللي كانوا يهضروا قال لك لا ما تعرفوش القوانين،
الاول يلعب مع الثالث في الاربع مجموعات. حنا ما نعرفوش القانون بلي الاول يلعب مع الثالث في الاربع مجموعات الاولى والبقيه يلعب الاول والدوزيام. شكون اللي ما يعرفش القانون؟ من 2019 من اول نسخه داروها ب 24 منتخب. حنا هضرنا باش نشككوا في نوايا البلد المنظم وهيئه موتسيبي الفاسده في وضع الجزائر بالتحديد في هذيك المجموعه. قال لك ما تعرفوش القانون، خالف تعرف باش تبانوا بلي تعرفوا. يا سبحان الله، يا بلادك دافع على بلادك، ساند بلادك. شوف هما كيفاش يساندوا بلادهم بكل قوة بدون تردد، يفبركوا الصور، يديروا مونتاج للفيديوهات، يديروا الشائعات، يديروا الحكايات، يجبدوا التليفونات يصوروا. ربي يهديكم، صدقوني ربي يهديكم. هذا واش نقدر نقول لكم. خلونا رايكم في الموضوع اللي هضرنا عليه لا أسامة بن بوط، في هذا الموضوع تاع عيسى السيلي واقيلا ما راحش يخلص. شكرا، يعطيكم العافية، بارك الله فيكم، تحياتي للجميع، تشاو.